خلال اليومين اللي فاتوا مايكروسوفت اعلنت عن طفره كبيره في الكوانتم كومبيوتنج مايورانا 1، وده اول كوانتم بروسيسور في العالم بيشتغل بمواد جديده اسمها التوبو كوندكتورز او بالعربي الموصلات الطوبولوجيه. الموصلات دي نوع خاص من المواد بتخلق حاله جديده تماما للماده، لا هي صلبه ولا سائله ولا غازيه. الاكتشاف العلمي ده بيسمح لنا نصنع كيوبيتس صغيره وسريعه وبنتحكم فيها رقميا. الضوضاء الكموميه دي واحده من اهم التحديات اللي بتقابل مجال الكوانتم كومبيوتنج. الضوضاء الكموميه دي هي التداخلات او التشويش اللي بتاثر على حاله الكيوبيتس، وده ممكن يسبب اخطاء في العمليات الحسابيه. الضوضاء دي ممكن تيجي من مصادر بيئيه زي التغيرات في درجه الحراره او المجالات المغناطيسيه، او حتى من تفاعلات غير مرغوب فيها في الكيوبيتس نفسها. جسيم المايورانا ده جسيم تحت الذري او دون ذري، بيكون هو نفسه الجسيم ونقيضه في نفس الوقت، يعني ملوش شريك مضاد مختلف. بيخلطوا مواد زي الانديوم ارسنايد مع الومنيوم وبعدين بيبردوها لدرجات حراره قريبه من الصفر المطلق، باستخدام مجالات مغناطيسيه دقيقه بيعدلوا المواد ديت عشان يخلقوا الحاله الطوبولوجيه الفريده دي، بتخلي جسيمات المايورانا تظهر على حدود النظام. الهندسه دي بتسمح ببناء كيوبيتس معتمده على جسيمات المايورانا، والكيوبيتس دي بيبقى حجمها صغير اكثر استقرارا واستجابتها سريعه جدا. عشان كده النوع ده من الكيوبيتس اللي بيعتمد على جسيم المايورانا بيوفر حمايه طبيعيه للكيوبيتس ضد الضوضاء والتشويش، وبيخلي العمليات الحسابيه اكثر دقه واستقرارها اكبر، وبيحسن دقه الحسابات الكموميه. ومن المهم جدا ان الكوانتم بروسيسور ده بيسمح بدمج نظام كمومي متكامل مع الكمبيوتر التقليدي، بحيث ان احنا نقدر نستخدم الحسابات الكموميه لحل المسائل المعقده ونحول النتائج للنظام الكلاسيكي للتطبيق العملي. شريحه مايورانا 1 اللي اعلنت عنها مايكروسوفت حجمها صغير لدرجه انها بتدخل في كف الايد، وبتدعم حاليا 8 كيوبيتس، ومايكروسوفت بتخطط توصل لمليون كيوبيت على شريحه واحده. وده هيفتح باب كبير لابتكارات خصوصا في مجالات الطب واكتشاف الادويه والذكاء الصناعي بتسريع العمليات الحسابيه المعقده. وزي ما احنا شايفين العالم كله بيتسابق في مجال الكوانتم كومبيوتنج، والتهديد بيقرب كل يوم اكتر واكتر من عمليات التشفير الكلاسيكي للبيانات.